طبقة الصوت هي درجات تردد الصوت البشري لما بنتكلم أو نغني. كل ما يكون تردد موجة الصوت اللي بيطلع أكبر، الصوت بيكون حاد وعالي أكتر، وده بيكون عند الستات في العادة أكتر من الرجالة. أغلب الستات بيكون أسهل عندهم إن هما يجيبوا طبقات الألتو والميزو سوبرانو والسوبرانو. اما الرجاله فطبقاتهم اغلبها في البيز والباريتون والتينور. دي الطبقات الاساسيه بتاعه الصوت، لكن في طبقات تانية فرعيه متواجده في المساحات الصوتيه بتاعتك. بالتالي انت تقدر تغير في طبقه صوتك وتتكلم من كذا منطقه. لو هنتكلم عن طبقه القرار، دي طبقه صوت منخفضه عميقه، ترددها منخفض نهائي مرتجع، وده ادنى اجزاء الهارموني، وده في الغالب الصوت اللي بنطلعه اول ما نصحى من النوم، معروف كمان بالنبره او النغمه المنخفضه او العميقه. النطاق الترددي لطبقه القرار بيمثل حوالي تلت الطيف الترددي المسموع عند الانسان، وبالتالي هو بيشكل جزء اساسي من السمع البشري. الودن البشريه بتسمع الاصوات اللي تذبذبها اقل بشكل اتقل في الوزن وهادي اكتر من مناطق تانية من الطيف الصوتي. يعني مثلا النغمه اللي المعدل بتاعها 20 فون على ديسبل في 1000 هرتز، احنا بنسمعها كأنه صوت جهوري طالع بمعدل 80 ديسبل في 20 هرتز. الترددات المنخفضة مش بس الودن اللي بتلقطها، ولكن الجسم كله بيستقبلها، لدرجة ان الشخص الأصم يقدر ان هو يسمع التذبذبات دي. النغمات المنخفضة دي نقدر نسمعها من على مسافات بعيدة. حتى الحيتان استفادت من الخاصية دي، استخدمتها في انها تتواصل مع بعضها. في التدريب على الطبقات انت بتقوي طبقة صوتك الأساسية وبتطلع احسن ما فيها، وبتكتسب باقي الطبقات انك تتنقل ما بينها، وبالتالي تحقق التلوين الصوتي في الاداء بتاعك زي ما بنستخدم في الفويس اوفر. اما بالنسبه لخامه الصوت فدي ما بتتغيرش. خامه الصوت بتكون ناتجه عن التركيب الفسيولوجي والتشريحي لاعضاء النطق والكلام، اللي بتشمل الرئتين والحنجره والتجويف الانفي والفمي. خامه الصوت بتختلف من شخص للتاني حسب حجم وطول ووزن وسمك كل عضو. كل واحد فينا عنده بصمه صوتيه خاصه بيه، وبالتالي خامه صوتك ما بتتغيرش. اللي تقدر تغيره هو طبقه الصوت بتاعتك.